حالة من استياء في محطة من محطات قطار الصعيد بأسوان. طبعا المواطنين راحت عشان تركب الحجوزات اللي هي حجزاها، ما لقتش العربية، عربية من العربيات ناقصة من القطار. تعالوا نشوفوا ايه القصة بالظبط والواقعة كانت سببها ايه. لو معايا ما اشتركتش في القناة بلاقي تشترك، وتعالوا نكمل الأخبار. السكة الحديد عن فقدان عربية قطار بأسوان، السواق ملوش دعوة، وأضفنا ومرة أخرى بالأقصر، يعني السواق ملوش دعوة. كشف مصدر مسؤول بالسكة الحديد أن تفاصيل الواقعة التي تسببت في غضب بعض الركاب نتيجة التحرك بقطار 2011 من أسوان غير مكتمل العربات. تعود أحداث الواقعة عندما تحرك قطار 2011 صباح اليوم من محطة أسوان متجها إلى القاهرة، حيث لم يتم التأكد من عدد العربيات القطار قبل تحركها، ما جعل الركاب في حالة استياء شديد نتيجة عدم وجود أماكنهم المحجوزة. وأوضح المصدر أن سائق القطار غير مسؤول. طبعا بمعنى بهذا الشأن، حيث عندما تم اكتشاف الواقع بعد تحرك القطار من أسوان تم الوقوف بمحطة الأقصر، وأضيفت عربة إضافية بدلا من العربة التي لم تضاف من أسوان. وأشار المصدر إلى أن الركاب عادوا إلى أماكنهم فور انضمام العربة من محطة الأقصر، حيث استكملت الرحلة على الفور دون أي مشاكل أخرى. ولفت المصدر إلى أن الواقعة حدثت نتيجة نسيان أو سهو من ترتيب التشكيل بمحطة أسوان، مما أدى إلى غياب العربة المحجوزة بالكامل من قبل الركاب، وما هما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المسافرين الذين فوجئوا بعدم وجود مقاعدهم المحجوزة. ولو وصلت معنا لحد الوقت ما تنساش تشترك معنا في القناة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في أخبار حصرية جديدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.